إلا كما علمت عنه أنه خير، وأنه رجل من الناس المحترمين، وأنه كان من المخلصين لهذا النادي، وأدى أعمال فعلا كانت جميلة جدا، وكانت من أسباب نجاح هذا النادي الاجتماعي. ولا أقول إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة النائب على الروح الطيبة. والآن حضراتكم طبعا سيادة المستشار العام هيتفضل، أكاديمية دواية كل أعضائها هيتفضلوا باعتبارهم طبعا مجلس الإدارة، وباعتبارهم أعضاء فرقة اليهود. هنستأذن حضراتكم الفقرة اللي جاية واحنا واقفين موجودين. يلا نبدأ. تعالي معلش صوري عشان هقف في التأبين بس كده. انا مش عارفه كل ده بيعمل ايه. ماشي. راح القلب الطيب، راح الحضن اللي انا فيه برتاح، ساب لي حبيبي آلام وجراح. راح ما تسيبنيش، قولي ازاي من غيرك اعيش، ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تكسرنيش، ما تسيبنيش، خليك جنبي ما تكسرنيش. راح كده كده يا قلبي، حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا، كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكيك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت إنك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. ده انا مش قادر اصدق انك انت
وانت سايبني، واني خلاص مش ممكن اشوفك وتكلمني. طب بعدك يدي حنان ويطمني، مين هيطبطب مين هشكيله من اللي انا فيه؟ راح السند اللي مقويني وبتحمى فيه، مكسور ضهري واحساس عمري ما حسيت